على مر تاريخ البني ادمين كلمتين بس كانوا كفايه يخلوا الشعراء يفضلوا يكتبوا قصايد لحد ما الحبر ينشف، ويخلوا الفلاسفه يسيبوا بيوتهم ويروحوا يتفلسفوا في القهاوي، ويخلوا اللي بيدوروا على الحقيقه يجروا على العرافين يسالوهم مين انا. من اول ما العباره اليونانيه الحكيمه اتناقشت على معبد ابولو اللي بتقول اعرف نفسك، لحد ما فرقه الروك زهو طلعت تغني اغنيتهم الشهيره هو ريو، والموضوع ده بقى شاغل الكل، فلاسفه، دكاتره نفس، اكاديميين، علماء، فنانين، شيوخ، وسياسيين، كل دول اتكلموا عن موضوع الهويه. بس رغم انهم ناس تقيله ودماغها هتفرم فول سوداني، مفيش حد فيهم اتفق مع التاني. ليه بقى؟ ليه مفيش اجابه واحده محدده للسؤال البسيط ده؟ ده لان في تحدي كبير في فكره ان الهويه بتفضل مستمره مع التغيير. يعني انت مين فيهم؟ انت النهارده ولا انت من 5 سنين ولا انت بعد 50 سنه؟ وامتى بالظبط نقدر نقول هو ده انا؟ النهارده ولا كمان ساعه ولا يمكن اللحظه دي وهي بتعدي اصلا؟ وكمان اي جزء فيك هو اللي نقدر نقول عليه انا؟ جسمك ولا افكارك ومشاعرك ولا تصرفاتك اللي بتعملها؟ بصراحه كده الموضوع عامل زي اللي بيحاول يعوم في بحر تفكير معقر، يعني تايه ومش شايف الرؤيه. وعشان نوضح الدنيا شويه خلينا نحكي حكايه ظريفه كده من التاريخ الفلسفي. نرجع لواحد مؤرخ يوناني اسمه بلاطرخس اللي حكى لنا عن قصه سفينه، بس مش اي سفينه. الحدوته بتقول ان سيسيوس الملك الاسطوري ومؤسس مدينه اثينا راح جزيره كريت وقتل الوحش مينيتور اللي هناك، ورجع على سفينه لمدينه اثينا بعد ما خلص المهمه دي. الاثينيين كانوا فرحانين بيه جدا وقالوا لا ده بطل هنخلد ذكراه، وقرروا يحتفظوا بالسفينه لمده 1000 سنه، وكل سنه كانوا بيعيدوا تمثيل الرحله دي احتفالا بيه. بس بمرور الوقت السفينه باظت حته حته، واي قطعه فيها كانت تتلف كانوا يبدلوها بقطعه شبهها بالظبط، نفس الخشب ونفس المقاسات ونفس كل حاجه، لحد ما جه وقت ما فيش فيها ولا مسمار من الاصل. ساعتها بلاطرخس قال استنوا كده، لو السفينه كلها اتغيرت ازاي نقدر نقول انها لسه نفس السفينه؟ وسؤال فلسفي كبير عن الهويه والاستمراريه. يعني لو تخيلنا ان عندنا سفينتين، ايه ده؟ اقصد يعني مركبين، واحده هي اللي رجعت سيسيوس للمدينه ودي هنقول عليها السفينه ايه، والتانية اللي فضلت موجودة بعد 1000 سنة ودي السفينة بي. السؤال بقى هل ايه هي نفس بي؟ ناس هتقول لك ايوه هي التغيرات حصلت بتدريج، يعني السفينة فضلت هي نفسها على طول، وده يخلي ايه بيساوي بي. بس في ناس تانية هتقول لك استنى يا عم الحاج، السفينة اللي ركبها سيسيوس فعليا ما عادتش موجودة، دي كلها قطع جديدة، فازاي نسمي التانية انها نفس الاولى؟ اللي بيربط السفينة بسيسيوس هو وجوده فيها، وده ما حصلش في السفينة الجديدة، يبقى لا ايه مش بيساوي بي. طب ماشي، بس تعالى نزود اللعبة شوية. تخيل ان كل القطع القديمة اللي اتشالت من السفينة في حد خدها وركبها من جديد وعمل منها سفينة كاملة، ساعتها يبقى عندنا سفينتين متطابقتين، واحدة في مدينة أثينا والتانية موجودة في حديقة حد من العيلة. الاتنين بيقولوا احنا سفينة سيسيوس، بس واحدة بس اللي نقدر نقول عليها الأصلية. مين فيهم بقى؟ والمهم اكتر ايه علاقة الكلام ده بيك انت؟ بص، زي ما سفينة سيسيوس كانت بتتغير وبتتصلح وبتتبدل، انت كمان كده بالظبط، انت مجموعة من الحاجات اللي بتتغير طول الوقت، جسمك، دماغك، مشاعرك، الظروف اللي حواليك، حتى عاداتك اللي متعود عليها، كل ده بيتغير. بس برغم كده بطريقه غريبه مش منطقيه انت بتحس انك انت لسه انت، وده واحد من الاسباب اللي بتخلي السؤال مين انا صعب جدا ومعقد. وعشان تجاوب عليه لازم تبقى زي الكبار اللي سبقوه، وتبقى مستعد تغوص في محيط لا نهائي من التناقضات الفلسفيه. وبالنسبه ليك ممكن تختصر كل ده وتقول بثقه انا بطل اسطوري راكب سفينه وفي رحله، واللي مش عاجبه يركب مركب تاني. لو حاسس انك سفينه تايهه وسط بحر الحياه دوس لايك وسبسكرايب، وسيب لنا في الكومنتات هل انت لسه انت ولا تحولت لنسخه تانيه. سلام يا ابطال.